من 1937 وارتبط اسم عيلة السويدي بصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية. عشان كده احنا موجودين النهاردة في مصنع إنرجيا السويدي هلال، واحد من أكبر مصانع تصنيع الأسلاك في مصر والشرق الأوسط كله. المصنع ده اتأسس سنة 2008 في مدينة العاشر من رمضان على مساحة أكتر من 135 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات يعدي ال 110 مليون دولار في وقتها. المصنع هنا يعتبر هو تاني أكبر مصنع على مستوى العالم تصديراً للأسلاك لأوروبا، وأكبر مصنع تصديراً للأسلاك على مستوى مصر كلها. المصنع بيصدر الأسلاك لأكتر من 52 دولة على مستوى العالم. فتعالوا مع بعض كده سريعاً نشوف إزاي بيتم تصنيع الأسلاك، وإزاي المصنع ده بيحافظ على الجودة بتاعته، وده سبب من أسباب نجاح اسم السويدي من أكتر من 100 سنة. أول مرحلة شفناها هي مرحلة السحب. النحاس بيكون جاي بقطر 8 مللي، بينزل في أول مرحلة زي ما انتم شايفين ورايا كده لحد 1.8 أو 1.8 مللي عشان يدخل لتاني مرحلة من مراحل السحب، وبنقدر في المرحلة التانية دي إن احنا نوصله لحد ربع مللي زي ما احنا هنشوف دلوقتي. احنا هنا عند تاني مرحلة من مراحل سحب السلك. أول مرحلة نزلنا فيها السلك من 8 مللي لحد 1.8. هنا بقى ايه اللي حصل يا هندسه؟ هنا هننزل من 1.8 لقطر 3 ملم. وكمان يبقى نجمع علشان نزود الانتاجيه بتاعتنا، ونقدر كمان نقابل الدليفري بتاعت العملاء، بنجمع 12 سلكه مع بعض، وفي الاخر هنروح على مرحله الجدل او مرحله البناشر نجمع الحزمه دي بخطوه جدل معينه. بس انا هنا بنزل من 1.8 ل 3 او زي ما انا عايز، حسب انا لفه السلك اللي هتطلع معايا كام مللي بالظبط. تمام. ثالث مرحلة من مراحل تصنيع الأسلاك هي الجدل، وده بيتم على مكنة البانشر. ممكن يا باشمهندس تكلمنا أكتر عن المكنة دي أو إزاي بتتم عملية الجدل؟ خليني أوضح لك نقطة الأول، إن دي تاني مرحلة فعلياً، لأن إحنا عندنا مرحلة الرو ماتيريال وسحب، أيا كان سحب متوسط أو سحب مقسوم مرحلتين، لكن دي تاني مرحلة فعلياً تصنيع الكابل. وتصنيع الكابل هنا مرحلة البناشر، أو إن أنا أجمع الحزم الموجودة مع بعضهم على شكل كابل مجدول أو كابل شعري، أو لو باقطار معينه. احنا دلوقتي قدام كابل شعر مقاس 6 مللي شعر بقطر السلكه الواحده 3 لاجمالي 6 حزم في 12 سلك. 6 حزم في 12 سلك. هنا في ثالث مرحلة يعتبر في تصنيع الأسلاك، وهي مرحلة العزل. يبقى احنا شفنا مع بعض أول مرحلة مرحلة السحب، وهي مقسومة لمرحلتين في السحب، وبعد كده مرحلة الجدل، واحنا هنا في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة العزل. عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا يا هندسة. في ناس بتغفل أهمية العزل، يعني في ناس عندها إن هي تجيب سلك يبقى النحاس بتاعه نضيف، بس ما بتبصش قوي وما بتركزش ناحية العزل. فعايز اعرف راي حضرتك في الموضوع ده ايه؟ انت عارف ان العزل الكابل فعلي بينتهي عند العزل. العزل لو هو بيتحمل درجات حراره عاليه، بيتحمل درجات حراره تشغيل، فالعزل لازم يكون نقي جدا. لا، مهم جدا جدا الموصل، ومهم جدا جدا العزل. فالعزل هو اللي بيحمينا من الكهرباء من اي شوك. فلو انا بخس حق العزل، ايه اللي هيبقى كويس في الكابل؟ وبكده نكون وصلنا لآخر مرحلة من مراحل تصنيع السلك، وهي مرحلة التعبئة والتغليف. وزي ما احنا شفنا في المكنة ان هي بيتم فيها التغليف اوتوماتيك او بطريقة آلية بدون اي تدخل من اي حد، عشان نضمن ان عدد الامتار في اللفة يطلع مظبوط بدون اي تدخل بشري، عشان نوصل في الاخر للفة السلك دي. لفة السلك دي ممكن تكون في بيتك، ممكن تتصدر لاوروبا، ممكن تتصدر لامريكا، هي نفس اللفة بنفس الجودة بنفس المواصفات. أنا هنا لما جيت المصنع اكتشفت إن هم عندهم واحد من أكبر وأهم معامل الاختبارات اللي موجودة في الشرق الأوسط كله، وده يعتبر واحد من أهم أسباب نجاح مصنع إنرجيا السويدي هلال. النهارده احنا معانا باشمهندس أيمن الصحار هيتكلم معانا عن كمية الاختبارات اللي بتتعمل هنا
عشان نضمن ان لفه السلك اللي بتيجي لحضرتك البيت هي اللي بتروح اوروبا، هي اللي بتروح امريكا، هي اللي بتروح اي مكان. احنا هنا كل شهر بنطلع اكتر من 3000 طن من الاسلاك عشان نضمن ان كل لفه فيهم بتبقى زي التانيه بالظبط ومحافظين على الجوده بتاعتها. دي عمليه مش سهله خالص. فممكن يا باشمهندس تتكلم معانا يعني باختصار عن الاختبارات اللي بتتم او ازاي احنا بنعمل كده، وهل فعلا لفه السلك اللي بتتباع عندنا هنا في السوق المصري هي اللي بتروح امريكا وهي اللي بتروح اوروبا، ولا ده زي ما انت قلت يا جون؟ هي الكواليتي عندنا واحد، مفيش كواليتي للسوق المحلي وكواليتي لاوروبا. تمام، احنا بنشتغل بكواليتي ثابت. تمام، نفس اللفه اللي بتتباع في السوق المحلي هي نفس اللفه اللي بتتصدر لاوروبا، مفيش فرق. احنا هنا عندنا معمل بيعمل كنترول على كل البرودكت باكوردنج للمواصفه اللي متصنع عليها البرودكت. تمام، احنا عندنا مجموعه اختبارات بتتم، سواء ده كابل باور، سواء ده سلك، ايا ما يكون. تمام، احنا بنستخدم زي ما حضرتك شايف كده، عندنا اجهزتنا كلها براند. ده مثلا فرن من شركه ايطاليه اسمها اتسفار، من اشهر الشركات المصنعه للافران بتاعه الاختبارات. ورانا ماكينه شد زي ديت من شركه زيفيكرول، ودي شركه المانيه من اشهر الشركات في العالم اللي بتصنع. زي ما انت قلت ان احنا بنشتغل بنفس الكواليتي، سواء السلك ده هيتباع في السوق المحلي او هيتصدر لاوروبا. الماتيريال واحده، تمام، المكن التصنيع واحد، والمعامل واحده اللي بتختبره، ونفس البرودكت بنفس الكواليتي، سواء ده رايح لاوروبا، رايح لامريكا، رايح للسوق المحلي. الاختبارات واحده، والماتيريال واحده، والمكن التصنيع واحد. انت حضرتك كنت بتتكلم معانا قبل التصوير ان غالبا بيتم 3 اختبارات، واحده للرو ماتيريال او الماده الخام اول ما بتيجي، وواحده اثناء عمليه التصنيع، واحده بتتم في الفاينل برودكت. صحيح، احنا بنختبر على 3 مراحل. اول حاجه الانكمنج رو ماتيريال بتاعتنا بنختبرها بالكامل. تمام، سواء اذا كانت دي عباره عن ميتال او بلاستكس، بيتم عليها الاختبارات بالكامل. واثناء التصنيع الامبروسيس، عشان الكابل يتنقل من مرحله للثانيه، بيخضع لبعض الاختبارات الخاصه بالمرحله المعينه اللي هو فيها. تمام، اثناء التصنيع الامبروسيس تيست كمان احنا بنختبرها كمعمل. هنا بيتم دخول عينات من كل باتشايه شغاله على المكنه بره، وبناء على النتائج بتاعه العينات دي احنا بنقول ان العينات دي اوكي باظت، هتتنقل للمرحله اللي بعد كده، او فيها مشكله ومش هتكمل ومش تقدر تتنقل للمرحله اللي كده. وبعد ما الكابل بيخلص زي ما انت شايف جون، هنا في عينات للفينش برودكت، الكابل كامل. تمام، بيتم عليه اختبارات حتى هو بعد ما بقى فينش برودكت. تمام، بنعمل اعاده فحص عليه بالكامل. تمام، عشان نتاكد ان الكواليتي بتاعه، لان احنا اخر هاند بتلمس الكابل دوت، نتاكد ان الحنفيه بتاعتنا مقفوله مظبوط، لان الكواليتي بتاعه مظبوط، رغم ان انا فحصته كخامه ورغم ان انا فحصته كمرحله مرحله، لان هو لما بيبقى فينش برودكت برجع افحصه تاني. تمام، وكده انا بضمن الكواليتي بتاع الكابل بتاعي يبقى 100%، ما فيش فيه اي مشكله. في ناس ما تعرفش ان مجموعه انرجيا او السويدي هلال هم عندهم اصلا مصانع رو ماتيريال او مصانع مواد خام، سواء في مصر او في السعوديه. يعني هم عندهم مصانع للمعادن عامه او النحاس، ومصانع للبلاستيك. فهل لما حضرتك بتبقى جاي لك الماتيريال دي من مصانع تبع المجموعه، هل دي بقى بيتم اختبارها برضو زيها كانها جايه من اي مورد غريب؟ المصانع اللي تبع المجموعه بتاعتنا بتتعامل زيها زي اي مورد، بيتم الاختبارات عليها بنفس السيكونس اللي بيتم على الموردين التانيين. تمام، وبتخضع لنفس الاختبارات، لان انا عندي ستاندر ماتيريال بوك هنا انا شغال عليه. تمام، مجموعه اختبارات لكل رو ماتيريال معين، مجموعه اختبارات معينه. احنا ما بنبصش السبلاير بتاعنا ده هل هو تبع شركتنا ولا شركه تانيه ولا سبلاير محلي ولا سبلاير من بره مصر، لا 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 اطلاقا. احنا عندنا ريفرنس لكل ماتيريال معينه. تمام، بيخضع ليها الماتيريال دي، بتخضع لمجموعه الاختبارات دي. اوكي، لو هي نجحت في مجموعه الاختبارات دي اوكي، هي بالنسبه لي مقبوله. لو في اي اختبار فيه مشكله هي بالنسبه لي مرفوضه، ايا ما يكون مين المورد، حتى لو كان هو شركه تبعنا. اعتقد ان الفنيين اصلا اللي هم بيقوموا بالاختبارات دي اصلا ما بيبقوش عارفين ان الماتيريال ده جاي من انه مورد، حتى فبيتعامل هو بيبقى عارف ان هو بيتعامل مع ماتيريال معينه لها مجموعه اختبارات معينه. اوكي، المورد مين، او يعني احنا زي ما قلت لك قبل التصوير، احنا ما بنبصش ان دي مثلا شركتنا فانا هقدر اجاملها على حساب الكواليتي بتاعتي. احنا بنتعامل كل الشركات او كل السبلايرز بالنسبه لنا واحد، مفيش فرق. تمام، اوكي، هي الكواليتي بتاعها كبرودكت كويس بتتقبل. لو هي فيها مشكله، حتى لو هي شركتي، انا ما بقبلش الماتيريال ديت، حتى لو الشركه دي
تبع انرجيا جروب ما بتتقبلش. كنت حضرتك برضو قبل التصوير بتتكلم معانا عن شركه ايطاليه غالبا من تاني او شركه كبيره وده وارد وبيحصل في الصناعه كتير ان في شركه بتبقى كبيره حصل دروب في باتشايه معينه عندها عملت لي مشكله بشتكيها وبعمل فيها كومبلين. انا هدفي الاول والاخير ان انا احافظ على الكواليتي بتاع البرودكت بتاعي باي شكل كان. فانا بتعامل مع يعني الرو ماتيريال الواحده بيبقى عندي لها كذا سبلاير مش مورد واحد. يعني انا ما بعتمدش على مورد واحد لماتيريال لطيب معين من الماتيريال، لا انا بيبقى عندي مجموعه موردين. تمام. فانا لو حصل عندي مشكله مع مورد انا بيبقى عندي 2 و3 و4 بقدر اتعامل معاهم. تمام. متشكر جدا. تحت امرك. لا تحت امرك. اللي احنا شفناه النهارده ده هو جزء لا يتعدى 10% من حجم انتاج مصنع انرجيا السويدي هلال. عشان كده احنا معانا باشمهندس محمد عبد الستار مدير المصنع، هيتكلم معانا اكتر عن انواع الكابلات التانية اللي بيتم تصنيعها في المصنع وعدد الدول والمصانع اللي بيتم تصنيع فيها اسلاك انرجيا السويدي هلال وعدد الدول اللي احنا بنصدر لها على مستوى العالم. اهلا يا باشمهندس. اهلا بيك في مصنعنا. وطبعا شرفنا جدا جدا بوجودكم النهارده معانا، بصراحه اضافه لينا جامده. المصنع زي ما احنا كنا اتكلمنا اللي هو بينتج رينج كبير جدا جدا من الكابلات. اللي الكابلات ديت في منها جزء خاص بالبيلدينج وايرز او الاسلاك المنزليه، ودي احنا توسعنا فيها في خصوص الانتاج. كمان بقى بالاضافه للرينج دوت احنا عندنا رينج واسع زي الكابلات الباور كيبلز، دي بينقسم لكذا قسم زي الفاير ريزيستنس كيبلز زي الكنترول كيبلز، وزي الباور لارج سايز كيبلز، وزي الميديوم فولتج اللي هو كابلات الضغط المتوسط، وزي كابلات الضغط العالي والفائق. يمكن احنا جينا هنا كده هنبص على بعض الرينج من البرودكتس اللي احنا بنصنعها. يعني ده جزء من اجزاء بتاع الميديوم فولتج زي الهاي فولتج كيبلز، ده الباور كيبلز، ده الدومستيك كيبل اللي وراك، ده الدومستيك كيبلز الفليكسبل اللي تخش في الحاجات اللي هي فليكسبل. كمان عندنا كابلات زي الجيلي فيلد والتليفون كيبلز. ده مجموعه بسيطه من الكابلات الموجوده في كتالوج انرجيا. بفضل الله احنا بنصنع الكابلات ديت وبنصدر، مصنع انرجيا بيصدر الكابلات دي. 70% من انتاجنا بيطلع بره مصر، وال 70% دي بتطلع بره مصر ديت اغلبها بتطلع ليوروب ويو كي. بنصدر لاكثر من 50 دوله از مجموعه انرجيا، اكثر من 50 دوله في مصر، في بره مصر، في افريقيا واوروبا وامريكا والفار ايست. فده بيخلينا ان احنا على طول متواجدين مع الصناعه ومع الليتست ابديت ستاندرد الموجوده في العالم كله. وبفضل الله احنا وي كان ميت والستاندردز ديت ان هاي كواليتي فيجنز. لسه مش مصدقه ان احنا يعني في حته عاليه قوي في صناعه الكابلات كمجموعه انرجيا، لكن حضرتك كنت بتتكلم معايا قبل التصوير ان احنا يعتبر بنكمبيت مع اكبر الشركات على مستوى العالم، وبيتم ذكرنا في اعلى 5 شركات، وبنخش مناقصات عالميه مش بس جوه مصر. احب اقول لك احنا طبعا احنا في اجزاء معينه احنا بايونير فيها. يعني الهاي فولتج كيبلز انا كده اقول لمجموعه انرجيا عندها من الخبرات ومن الشهادات اللي تواكب العالم. احنا اعتقد احنا 7 على مستوى العالم في الهاي فولتج كيبلز. كمان الميديوم فولتج كيبلز احنا رقم 2 في المصنعين على مستوى العالم اللي خدوا شهاده اسمها شهاده بيزك للميديوم فولتج كيبلز. وبفضل الله احنا لينا باع كبير جدا جدا في تصدير الكابلات الميديوم فولتج، الكابلات الجهد المتوسط، وكمان هاي فولتج كيبلز بره مصر، اذا في افريقيا او في يوروب اند يو كي. انا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس. انا شرفت بيك جدا. ربنا يخليك يا باشمهندس. زي ما كلنا شفنا مع بعض النهارده الاهتمام باصغر وادق التفاصيل خلال عمليه التصنيع في مصانع انرجيا السويدي هلال، الاهتمام بالجوده فوق اي حاجه، وده اللي مخلي اسم السويدي يتربع على عرش صناعه الاسلاك والكابلات من 1937 لحد النهارده. احنا غالبا كنا محتاجين اكتر من 3 ساعات بس عشان نصور كميه الشهادات والاعتمادات الدوليه اللي المصنع هنا حاصل عليها. المصنع هنا حاصل على اعلى الاعتمادات الدوليه، والاعتماد الدولي هنا بيكون حاجه من الحاجات الكبيره جدا. احنا في لجنه بتيجي كل 3 شهور بتاخد عينات عشوائيه من قلب المصنع وبتحللها بره مصر عشان تضمن ان الكواليتي بتاع الحاجه دايما ثابت. هدفنا في اخر الفيديو بتاعنا النهارده هو انك تعرف ان عمليه تصنيع الاسلاك اكبر بكتير جدا من اللي انت متخيله. الموضوع مش مجرد لفه سلك انت بتشتريها عشان تستخدمها وتحطها في بيتك. حسب الاحصائيات اكتر من 50% من الحرائق في اخر 10 سنين
كان سببها الكهرباء، واكتر من 60% من الحرائق اللي سببها الكهرباء سببها وجود اسلاك غير مطابقه للمواصفات ومجهوله المصدر. فانت باختيارك للفه سلك مجهوله المصدر او مش من براند او شركه كبيره، انت مش بس بتعرض حياتك للخطر، انت كمان بتعرض حياه اسرتك للخطر. عشان كده احنا وفي اخر اليوم حابين نوصل لك رساله بسيطه ونصيحه بسيطه: خليك في المضمون، خليك في انرجيا السويدي هلال، لان زي ما هم بيقولوا الكهرباء لعبتنا.